نادي برشلونة الإسباني راقب جناحا شابا في الدوري الألماني. أفادت التقارير أن هانز فليك طلب من برشلونة تعزيز صفوفها بثلاثة لاعبين جدد خلال صيف 2026: مهاجم ومدافع مركزي وجناح. ووفقا لألفريدو مارتينيز من صحيفة سبورت، راقب برشلونة جناح آربي لايبزيغ أنطونيو نوسا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة أثناء لعبه مع منتخب النرويج. عقد اجتماع لوكلاء اللاعبين والوسطاء والمديرين الرياضيين من أندية أوروبية في ميلانو خلال فترة التوقف الدولي في وقت سابق من هذا الشهر. حضر جواو أماريل رئيس قسم التوظيف الجديد في برشلونة ومساعد ديكو الاجتماع، واستغل رحلته من إيطاليا لمشاهدة نوسا وهو يلعب. لعب نجم آربي لايبزيغ البالغ من العمر 20 عاما مع المنتخب النرويجي في مباراته الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026 ضد إيطاليا. سجل نوسا هدفا ليساعد النرويج على تحقيق فوز دراماتيكي بنتيجة رباعية لهدف والتأهل إلى كأس العالم، مسجلا عودتهم إلى البطولة المرموقة بعد غياب دام أكثر من 3 عقود. على الرغم من تواجد العديد من اللاعبين المميزين على أرض الملعب بمن فيهم إيرلينغ هالاند الصفقة المستحيلة لبرشلونة، إلا أن أمارال كان يراقب أداء نوسا عن كثب. ارتبط اسم الجناح البالغ من العمر 20 عاما سابقا بأبطال الدوري الإسباني، ولن تكون صفقة انتقاله رخيصة نظرا لعقده مع أربي لايبزيغ حتى عام 2029. الوقت وحده كفيل بإثبات ما إذا كان الاهتمام المبكر بنوسا سيترجم إلى أي شيء مهم هذا الصيف. فليك يقرر الرحيل عن برشلونة في حالة واحدة. لم يلقى مردود برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس إعجاب المدرب الألماني هانز فليك رغم الفوز بثلاثية لهدف، ويعتقد المدرب أن الفريق ما زال يعاني من أجل حسم المباريات بغض النظر عن قوة المنافس. تقارير صحفية إسبانية أفادت بأن فليك يعيش فترة من الإرهاق الذهني والإحباط الشديد بسبب تراجع مستوى الفريق بشكل واضح، ووقع العديد من اللاعبين في الأخطاء الدفاعية بشكل متكرر، خاصة بعد السقوط بثلاثية دون رد في لندن على يد تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. والتقطت الكاميرات فليك والغضب والإحباط يغطيان وجهه في مباراة ألافيس، وكأنه يشعر بالعجز لعدم قدرة فريقه على الاستجابة عكس ما كان عليه في الموسم الماضي. واتخذ فليك القرار بالرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم لو فاز الغريم التقليدي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، حسب ما أفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المولية لريال مدريد مساء اليوم. ويعتقد فليك أن خسارة البارسا للقب الدوري ستكون مؤشرا على أن الفريق الكتالوني فقد الطاقة والهوية المطلوبة رغم امتلاك المدرب عقدا مع إدارة خوان لابورتا يصل لخط النهاية في يونيو 2027. يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه برشلونة في استمرار فليك في عمله على رأس العارضة الفنية للفريق، إلا أن ضياع لقب الدوري سيكون القشة التي ستقسم ظهر المدرب الألماني على حد قول ديفنسا. عودة ديزونغ وسط استمرار اختفاء أراوخو. الفوز على ألافيس ترك شعورا بالارتياح أكثر من الشعور بالرضا في غرفة الملابس بعد أسبوع صعب بسبب الانتكاس الذي شهدها الفريق في لندن أمام تشيلسي. النقاط الثلاث هدأت الأجواء، لكن كما ذكروا في سبورت يعرف كل من غرفة الملابس وفليك نفسه أن الفريق يجب أن يقدم أكثر ليصارع على الألقاب المهمة هذا الموسم. وبهذا النهج تم العمل في مدينة الألعاب الرياضية خوان جامبر قبل أكثر من 48 ساعة من مباراة حيوية في بطولة الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد، وهي مواجهة تم تقديمها في جدول الزمن بسبب إقامة كأس السوبر الإسباني في يناير يوم الثلاثاء. وأدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفاء انفصالات الألعاب كما هو معتاد بعد المباراة، بينما الذين لم يلعبوا خضعوا لشحنة عمل أكبر على أرضية الملعب استعدادا للتحدي القادم في سبوتيفاي كامب نو أمام الروخي بلانكوس. انضم إلى الحصة أحد قائد الفريق الاثنين الذين لم يتواجدا في مباراة ألافيس، وهو فرانكي ديونغ الذي غاب يوم السبت في استاديوم لأسباب عائلية منعت حضوره للتجمع قبل المباراة، وتدرب على أرضية مدينة الألعاب الرياضية مع زملائه. مع ذلك رونالد أراخو الذي شعر بالتوعك بعد يومي الهزيمة أمام تشيلسي حيث طرد نتيجة لفيروس معوي لم يظهر بعد في مرافق النادي. سقوط فريق روكي يحرم برشلونة من 1,000,000 يورو.
بالميراس الذي يضم اللاعب السابق لبرشلونة فيتور روكي بقي على أبواب التتويج بكأس الليبرتادوريس بعد الخسارة في النهائي الكبير ضد فلامينغو، وهي هزيمة كان لها أيضا تبعات على نادي برشلونة. ففي صفقة انتقال المهاجم المقدرة ب25.5 مليون مقابل 80% من حقوقه، جرى الاتفاق أيضا على سلسلة من المتغيرات بقيمة 5 ملايين، وكان من بينها مليون يورو في حال تمكن بالميراس من الفوز ببطولة دولية. ومع عدم نجاح النادي البرازيلي يبقى برشلونة أيضا دون مليون يورو. هذا المليون من اليوروهات ما يزال بإمكانه أن ينتهي في خزائن برشلونة إذا تمكن بالميراس من الفوز بلقب دولي آخر خلال مدة عقد فيتور روكي مع الذي الفيلدو، وقع حتى أي أن ديسمبر أمام النادي 2019 الأزرق والأحمر 4 سنوات ليتمكن من الحصول على هذه المكافأة المرتبطة بالأهداف. ومع ذلك يجب التذكير بأن برشلونة لم يتمكن أيضا من تحصيل مليوني يورو آخرين من المتغيرات الصيف الماضي بسبب فيتور روكي، إذ كان هناك مكافأة أخرى في حال تم اختيار تيغرينيو واحدا من أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية. أما الملايين المتغيرة المتبقية وهي 2 أيضا، فهي مرتبطة بكون المهاجم من بين المرشحين ال3 النهائيين في تصفية الكرة الذهبية. ورغم الهزيمة في نهائي كأس الليبرتادوريس، استعاد فيتور روكي نسخة جيدة في كرة القدم البرازيلية، وسجل 20 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 55 مباراة لعبها مع بالميراس. خطة فليك مع جيرارد مارتن تنجح في برشلونة. نجحت خطة المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة مع جيرارد مارتن، حيث حوله المدرب للعب في مركز قلب الدفاع بالجهة اليسرى من الخط الخلفي، وأثبت اللاعب جودته بالفعل في مركزه الجديد. فليك اتجه لتجربة الحل التكتيكي المفاجئ لتعويض رحيل إنيغو مارتينيز عن برشلونة، من خلال تحويل مارتن من الظهير الأيسر إلى قلب الدفاع في خانة تعتبر حيوية لطريقة لعب المدرب وبناء اللعب من الخلف. ورأى فليك في مارتن القدرة على لعب هذا الدور، وجربه بالفعل في التدريبات قبل أن يعطيه الفرصة في مباراتي أتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس، ليظهر اللاعب مستويات مميزة ويساعد الفريق دفاعيا مع بناء اللعب من الخلف. وبلغت دقة تمريرته في مباراتين نحو 93%، ويساعد مارتن في تحرير بوكو بارسي للعب في الناحية اليمنى من الدفاع، كما أنه يكسر ضغط المنافس من خلال تمريرة واحدة فقط، مثل ما فعل في هدف داني أولمو في مباراة ألافيس. وينوي فليك الاستمرار في الاعتماد على جيرارد مارتن في هذا المركز بالفترة المقبلة، بعدما اقتنع بشدة بقدرة اللعب وقدرته على التحول لمركز جديد دون مشاكل.